مغامرات وأسرار رشدي أباظة اللي محدش حكاها. طيار مجنون عدى بطيارته تحت كوبري إمبابة وكتب اسمه بالرصاص وبيشرب الويسكي في كاسين. روض الشيطان وركبه كمان. سامية جمال نيمته في البلكونة ليلة الدخلة، وتحية كاريوكا ضربته بالقبقاب. الوجه الحقيقي لدون جوان السينما. سعاد حسني حبيته وشادية رفضت تتجوزه. عصبي ومودي وغيور ولا يحتمل، لكن الستات كانت بتتجنن عليه، وأصحابه الحقيقيين كل ما يقابلهم تحصل حريقة. رشدي أباظة قبل ما يدخل عالم السينما كان بيتعلم الطيران، وفي يوم راهن صحابه انه يطير بالطيارة بتاعته من تحت كوبري إمبابة. والله زي ما بقولك كده، وفعلا عملها وعدى بالكاد من تحت الكوبري، لكن خرج من المغامرة دي بطيارة متدمرة ونجا بأعجوبة. كمان رغم جسمه الرياضي ولياقته كان بيكره لعبة كرة السلة جدا، وده لأنه تعرض لإصابة جامدة جدا في ماتش خلته ملازم السرير شهر كامل. رشدي أباظة في أول أفلامه كان في مشهد على حصان شرس اسمه الشيطان، كان الممثلين بيخافوا منه، لكن رشدي قال لهم أنا ليا معاه كلام، وركب الحصان واتغلب عليه كأنه بيلعب مع طفل صغير، كان كأنه بيروض جزء من نفسه. رشدي كان بيعشق العربيات وامتلك 5 عربيات، جاكوار وام جي وفولفو وأوبل، وكان عامل عربية جيب مخصوص للصيد. والصادم انه كان بيعرف يكتب اسمه بالرصاص. والله كان صياد جامد ودماغه في ضرب الرصاص زي ما هي في التمثيل. رشدي اقرب الناس لقلبه من الوسط كان فريد شوقي واحمد رمزي، والثلاثه دول لما كانوا يتجمعوا المشاكل كانت بتحضر قبلهم. رشدي أباظة ده ما كانش بينام بالليل ابدا، كانوا بيلقبوه بالوطواط، كان يسهر دايما على انغام المزيكا، ما كانش بيشرب الويسكي بطريقه عشوائيه، كان بيحط قدامه كاسين، واحد فيه ويسكي والتاني فيه ميه ساقعه ويشرب منهم بالتبادل، وكأن ليه طقوس غريبة في السهر. رشدي أباظة كان شايف إن البساطة والطموح هم مفتاح أي نجاح، وعشان كده فضل سنين طويلة واحد من أكتر النجوم المطلوبة في السينما، وكان بيقول إن فيلم ملاك وشيطان هو أحسن شغل عمله في حياته. في كواليس فيلم الزوجة التانية سعاد كانت دايما تتكلم عن جاذبيته، لكن هو كان شايف إنها لسه صغيرة ومش مناسباه. أما شادية فكانت بتعزه جدا، وهو عرض عليها الجواز فعلا، لكنها رفضت لأنه كان لا يؤتمن. إيه شادية بتقولي الكلام ده ليه كده؟ هي كانت شايفة إنه ما يؤتمنش على حياة مستقرة، وده على حسب كلامها. رشدي كان معروف إنه مزاجي مودي يعني، وسريع الغضب، ولو حد قل أدبه إيده أسرع من لسانه. بس مش مع أصحابه، كان يفتح بيته لكل أصحابه ويصرف عليهم ببذخ، لكن مزاجه متقلب، يعني ممكن يصحى الصبح عايز يضحك ويرقص، وبعدها بساعات يبقى عاصفة محدش عارف يوقفها. رشدي أباظة اتجوز سامية جمال واستمر جوازهم 18 سنة، لكن يوم الزفاف نام في البلكونة، وده بعد ما اتخانقوا في أول ليلة زفاف ليهم. خرج للبلكونة ونام هناك وعاش معاها رغم العصبية، وكانت بتحبه بجنون وبتغفر له كتير من نزواته وخروجاته، لكنه خانها أكتر من مرة، ولما اكتشفت طلبت الطلاق بهدوء. رشدي أباظة رغم رجولته الشديدة كان بيحب الأطفال جدا، كان عنده جانب طفولي وحنون، وده ظهر لما جاله بنته الوحيدة اسمت. البنت دي خلفها من زوجته الأمريكية وفضل متعلق بيها جدا، وده رغم انه كان بيحب الهيبة والقوة، كان يلبس دايما أنيق حتى وهو في البيت، وكان عنده هوس بالرجولة والهيبة، ما كانش بيحب حد يزاحمه أو يقلل من شأنه. رشدي ما كانش بيحفظ السيناريو بالحرف، وكان بيرتجل، كان بيكره الحفظ التقليدي موت ويحب الارتجال. كان المخرجين بيسيبوه يقول الحوار بطريقته لأنه بيعرف يدي كل جملة روح. نروح بقى لجوازه من صباح اللي استمر 24 ساعة بس. والله زي ما بقولك كده، اتجوز الفنانة صباح سنة 1967، لكن الطلاق حصل تاني يوم. السبب بقى كانت غيرته الشديدة جدا، وقامت بينهم خناقة نارية من أول لحظة. صباح قالت في لقاء رشدي ضربني بالقلم بعد أول خناقة وأنا رديت له القلم، وخلص الجواز في يوم. رشدي اتجوز تحية كاريوكا بعد قصة حب كبيرة جدا. رشدي كان متجوز تحية كاريوكا قبل صباح، وكانوا الاتنين بيحبوا بعض جدا جدا، بس رشدي وتحية الاتنين نار، عصبيين وعناديين وغيورين لأقصى درجة. وفي مرة دخل رشدي في خناقة عنيفة معاها، قامت ضرباه بالقبقاب في وشه، ورغم الانفصال فضلت علاقتهم ودية بعدها. من الزيجات كمان اللي اتجوزها رشدي أباظة، اتجوز أمريكية وخلف منها بنته الوحيدة اسمت. الست دي كان اسمها باربرا، ودي اللي أنجبت له بنته الوحيدة. وبعد الطلاق البنت عاشت مع والدتها فترة طويلة، لكن رشدي كان متعلق بيها جدا واعتبرها نقطة ضعفه الوحيدة. رشدي أباظة كان ولازال دون جوان للسينما المصرية، وبنات كتير جدا لما بتشوفه لسه بتحبه، حتى الرجالة كمان كانوا معجبين دايما برجولته في الأفلام. والنهاردة وضحنا جانب كبير من حياته. أتمنى يكون الفيديو بتاعنا وحكاية النهاردة عجبتكم، وزي ما عودتكم وعودتوني شاركوني بآرائكم في التعليقات، واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات المشاهير. سلام.